عسلامة. نبدأ بتعريف التنظيم الإداري اللي هو القواعد والمبادئ اللي تحدد توزيع السلطة بين الهياكل الحكومية الموجودة في العاصمة وفي بقية المناطق الجغرافية في أي بلاد. التنظيم الإداري يحدد زادة علاقة هذه الهياكل فيما بينها. التنظيم الإداري راهو مختلف عن شكل الدولة اللي تجب تكون موحدة أو مركبة، وهو مختلف زادة عن التنظيم السياسي اللي يجب يكون برلماني أو رئاسي. التنظيم السياسي هذايا يضبط العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في أي بلاد. ونجم نقولوا اللي التنظيم الإداري يهتم بتصور طريقة تنظيم الهياكل الحكومية المتواجدة في العاصمة وبقية مناطق البلاد، ويقوم التنظيم الإداري على زوج أنواع رئيسية. ثم التنظيم الإداري الممركز اللي يقع فيه تجميع كل السلط والهياكل العمومية في العاصمة السياسية، وثم تمثيليات لهذه السلط والهياكل المركزية في بقية مناطق البلاد جوست باش نقربوا الخدمات من المواطن. يتسمى هذا التنظيم التنظيم الإداري المركزي المخفف، وإلا نسميه زادة اللامحورية. التنظيم الإداري اللامحوري هذا مبني على وجود تمثيليات جهوية ومحلية للهياكل المركزية كأنها امتداد لها. هذا علاش التنظيمات اللامحورية ما عندهاش الشخصية القانونية المستقلة عن الدولة. مهمتها الرئيسية تتمثل في تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين في عوض يمشيوا للعاصمة في كل قضية إدارية. يسير الهياكل هذه اللامحورية مسؤولين معينين من طرف السلطة المركزية. المسؤولين هذوما الوزراء هما عرفهم، يلزم ينفذوا تعليماتهم ويخدموا تحت الرقابة الرئاسية متاعهم. والخدمات اللي قدموها المواطنين تكون من خلال تفويض. هكا علاش تلقى مدير جهوي وقت اللي يجي يصحح يحط ختم فيه عن الوزير الفلاني وبتفويض منه، على خاطر الخدمة اللي قدم فيها السيد المدير الجهوي مش من صلاحياته، ولكن الترتيب عطاتها الوزير اللي فوضها له. والهياكل اللامحورية مادام ما عندهاش شخصية قانونية وتمثل الدولة وهي امتداد لها، فإنه ما عندهاش ميزانية مستقلة. مواردها تتبع موارد الدولة اللي تجم تعطيها اعتمادات تصرفهم هي في منطقتها بعد ما الدولة تحدد لها البرامج متاعها. النوع الثاني من التنظيمات هو التنظيمات الإدارية اللي يرتكز على وجود هياكل مستقلة في كل مناطق البلاد عندها شخصية قانونية ومالية مستقلة عن الدولة، واللي يسيروا في الهياكل هذه الثانية يقع انتخابهم أو اختيارهم من طرف المواطنين في كل منطقة. الهياكل اللامركزية يسيروها أشخاص يقع انتخابهم من طرف السكان في كل منطقة تتسمى جماعة محلية، وتتمتع الجماعة المحلية هذه بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة. شخصية قانونية مستقلة نقصد بها شخصية تتمكن من أنه الهيكل هذا يلتزم ويلزم ويتقاضى ويتقاضى. والهياكل المركزية هذه نسميها جماعة محلية عندها استقلال إداري ومالي وما تخضعش للرقابة الرئاسية للسلطة المركزية كما الهياكل اللامحورية اللي كنا نحكيو عليها. ولا يعني هذا أنه الهياكل هذه اللي كنا نحكيو فيها ما يراقبها حد، ولكن المراقبة متاعها تكون عبر القضاء الإداري أو المالي عند وجود موجب للطعن في قراراتها. تاريخيا التنظيم الإداري في تونس محدد بالأمر العالي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري للتراب التونسي. أمر علي لأنه أمر أصدر البي. ويتكون التنظيم اللامحوري في تونس من الولاية والمعتمدية والعمادة ومختلف تمثيليات الوزارات والهياكل المركزية جهويا ومحليا وإقليميا كما الإدارات الجهوية والمحلية. أما التنظيم اللامركزي في تونس فيتكون من الجماعات المحلية واللي تتمثل في البلديات الموجودة حاليا واللي نظمنا في شأن انتخابات في 2018. وما زال عندنا الجهات والأقاليم اللي ما زالوا ما تركزوش على خاطر ما صارش انتخابات متاعهم كما تنص عليه مقتضيات الفصل 133 من الدستور الجديد بتاع 25 جويلية 2022 ومجلة الجماعات المحلية الصادرة في 2018.